بسبب الجزائر. روتايو يهدد بالاستقالة ويدلي باعتراف خطير. دخل برونو روتايو وزير الداخلية الفرنسية في لعبة تحد واضحة جدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عندما عبر عن رفضه التام التوقف عن تأجيج الأزمة الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية بتصريحاته المستفزة بشكل شبه يومي. وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، لم يستبعد روتايو الاستقالة من منصبه كوزير للداخلية إذا طلب منه الاستسلام في الشأن الجزائري، مشيرا إلى أن عودة المواطنين المطرودين تشكل بالنسبة إليه أولوية لأمن الفرنسيين. هذا التهديد يظهر مدى ضعف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام وزيره، فتصريح روتايو هو قبل كل شيء سكين يوضع على رقبة ماكرون. فهذا الأخير في حوار ليومية لو فيغارو منذ أسبوع قال أنه يفضل مقاربة الحوار الصارم والمبني على الاحترام مع الجزائر. ودائما في حواره للوباريزيان قال روتايو: كنت الوحيد في الحكومة الذي طالب بضرورة خوض علاقة قوة مع الجزائر، وهذا هو الطريق الوحيد، والقائمة التي سلمت هي لحظة الحقيقة، فإن رفضت السلطات الجزائرية التعاون ولم يتم الرد بحزم فسأغادر منصبي. وكانت يومية لو فيغارو كشفت بحر هذا الأسبوع أن لقاء جمع روتايو بماكرون تم الاتفاق خلاله على تبني إجراءات تصعيدية مع الجزائر في حال عدم التعاون في ملف ترحيل المهاجرين. ويواصل روتايو هوسه بالجزائر رغم الأصوات التي تنادي بتبني لغة مغايرة، كما تعرض لانتقادات بسبب تركيزه على ملف المهاجرين في وقت أن الجزائر كانت أكثر الدول تعاونا على خلاف المغرب وتونس ومالي وحتى روسيا. وهو ما قاله ماكرون في حواره للو فيغارو حين أكد أن الجزائر تتعاون بصورة جيدة. فسلمت 3000 تصريح قنصلي العام الماضي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالدول المذكورة.